السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني. يلا بقى بينا، الولاد قعدوا وابتدوا ياخدوا الاجازات علشان يذاكروا عبال الامتحانات. كل يا رب ام واب ربنا يقدرهم ويوصلوا بولادهم لبر الامان وينجحهم ويفرح قلبهم ويعدي الترم الاولاني ده بكل فرح وخير. النهارده شايفين دقيق، يبقى هنعمل اكيد حاجه حلوه. بمناسبه كده ان هم قاعدين كده وعايزين نديهم باور كده وطاقه، فهعمل كيكه بصوص الشوكولاته. وبمناسبه برضو الاعياد الحلوه اللي احنا فيها وراس السنه، كل سنه واحنا طيبين. وعايزين بقى نعمل كيكه بصوص الشوكولاته. وممكن كل ام تزين الكيكه وتخليها احلى قطعه جاتوه باقل تكاليف. تحط عليها فارماسيل بقى الوان، تحط عليها بابا نويل اشكال، تحط عليها اي تاتش كده، مارشميلو، اي حاجه حلوه فوق الكيكه هتديها اضافه، هتبقى قطعه جاتو جميله ليها ولاولادها ولضيوفها كمان. نبتدي ونسمي الله. عندنا 2 كوبايه من الدقيق، كوبايتين دقيق براحتك، عايزه اكبر بنضاعف الكميه، كوبايتين من الدقيق. وعندي نص كوبايه من الكاكاو. وجهزت حوالي كوبايه ونص من السكر. عايزه تقلليه شويه، كوبايه وربع، ما تقلليش عن كده، كده هتبقى مظبوطه. هنا الكيكه خطواتها مختلفه شويه، مش هننفع نحفظ المقادير، لازم نمشي شويه بخطوات. فانا اول حاجه هحط هنا الكوبايه ونص سكر، هحط عليهم كوبايه من الزيت، كوباية ونص من اللبن، رشة الفانيليا الحلوة بتاعتي، ونص كوباية الكاكاو. هنزل بالخليط ونضربوه مع بعض وهعيدهولك تاني. قلتيلي بقى يا لوكا، الخليط الحلو ده اتعمل من ايه؟ احلى صوص شوكولاته هتشوفيه دلوقتي نازل قدامك في الطبق او الكوبايه. قبل ما هنحط بالظبط البيضتين، معايا هنا ايه؟ نقول تاني علشان حبايبنا ويعملوها ورايا خطوه بخطوه. اول حاجه جبتها اني حطيت كوبايه وربع من السكر او كوبايه ونص. بصي انا حطيت كوبايه وربع ولقيتها مظبوطه، عايزه تزودي الكوبايه ونص مفيش مشكله. نص كوباية من الكاكاو، كوباية زيت، كوباية ونص من اللبن، 2 باكو فانيليا. طب ما نزلتيش بالبيض ليه يا لوكا؟ ما احنا ينفعش ناكل البيض ني، لان احنا هناخد من الخليط ده كوباية، هو ده الصوص الشوكولاتة اللي احنا هناخده. واللي هيتبقى في الخلاط هنزود عليه البيض ونضربه ونحطه على الكيكة بتاعتنا. يلا بينا نشوف اللي احنا بصي بقى الجمال، بصي اخدت كوباية من صوص الشوكولاتة، شايفة القوام، شايفة الجمال، ما شاء الله، ناعم وجميل، احلى صوص شوكولاتة. لكل ام بتدور على صوص الشوكولاتة، اهي مقاديره اهي سهلة وبسيطة وفي كل بيت. احنا خدنا كوباية من الخليط اللي في الخلاط، كوباية اهي. الكوباية بقى دي اللي انا هسيبها على جنب، هي دي اللي هنزل بيها بعد كده على الكيكة بتاعتي. طيب واللي في الخلاط دوت زي ما انت شايفة هنزل بيه بقى. عندي بيضتين، انا غالبا بعمل الكيكة ببضاية، بس عشان انا عندي البيض صغير فهحط بيضتين. ويلا بينا نكمل خطوات الكيكة. تاني وتالت ورابع، الخليط بتاعنا الحلو اللي كان في الخلاط عبارة عن كوباية ونص سكر، لو عايزة سكر مظبوط جدا كوباية وربع، لو انت عايزة يدوب تحسيها مسكرة كوباية ونص لبن، يعني كوباية ونص سكر، كوباية ونص لبن، كوباية زيت، دي الحاجات السايلة بتاعتي. نص كوباية من الكاكاو الخام، طبعا مش الكاكاو المحلى، الكاكاو الخام، نص كوباية. كل ده على مقدار ايه؟ مع الفانيليا هنضربه من غير بيض، هنضربه كويس. وشوفنا القوام الجميل اللي احنا اخدناه في الكوباية كده على جنب. وبعد كده اللي هيقعد في الخلاط بعد ما بناخد الكوباية اهو، حطينا عليه بقى ايه؟ البيضتين. بصي بقى ننزل، ادي القوام بتاعنا، بصي بقى سايل ازاي على كوبايتين من الدقيق. هقلبهم كويس جدا بقى مع بعض، وهحطها في الصينية وهدخلها الفرن، وهنشوف أطعم قطعة جاتوه. شايفة قوام الكيكة اللي زي السكر؟ الله الله على النعومة، الله على الجمال. ادي قوام الكيكة بعد ما احنا ضفنا البيضتين في الخلاط على باقي الخليط اللي كان كوباية ونص سكر، كوباية ونص لبن، كوباية زيت، نص كوباية كاكاو، باكوين من الفانيليا. بتحطيهم على كوبايتين من الدقيق ورشة الملح بتاعتنا. وطبعا ما ننساش باكو بيكنج باودر، اهم حاجة علشان يرفع طبعا مع البيض.
هنخلص كل ده خلاص، هي كده جهزت، هندخلها الفرن. واول ما تطلع هتشوفوها بقى وهي زي ما حبايب قلبي شايفين صبيت الخليط في الصينيه بتاعتي. اللي بالنسبه طبعا للمبتدئات واللي اول مره بيعملوا كيكه، لازم بندهن الصينيه بتاعتنا رشة زيت، رشة سمنة براحتك، اي مادة دهنية، وتحطي عليها رشة الدقيق الحلوة علشان ما تلزقش منك. هندخلها الفرن حوالي ساعة الا ربع. بعد 25 دقيقة، ما تفتحيش عليها الفرن قبل 25 دقيقة. هندخل فيها حاجة رفيعة نختبرها، هتبتدي تخش معانا في السوا، واول ما تطلع هناكل احلى قطعة جبنة. وطلعنا الكيكة بتاعتنا الجميلة من الفرن، بصوا بتلمع وجميلة وهشة. دلوقتي هنقطعها وهنعملها مع بعض احلى قطعة. ودي جمال كيكة بتاعتنا، بصوا الجمال، بصوا الارتفاع، بصوا الطريان، بصوا طرية وجميلة وهشة وتجنن. ومعانا الصوص بتاعنا بقى، ننزل بقى ايه بأحلى صوص شوكولاتة كده. عايزة تحطي عليها كله، مفيش اي مشكلة. بألف هنا وبألف شفا، وياريت تعمليها. وزي ما انا قلتلك، حطي بقى براحتك بقى، تحطي عليها فارماسيل، تحطي عليها ممكن بعد صوص الشوكولاته ده تروحي حاطه صوص شوكولاته ابيض، تحطي عليها بابا نويل، تحطي عليها مارشميلو. والله قطعه جاتوه. بصي الطريان، شايفه زقه بسيطه من المعلقه. بألف هنا وبألف شفا. وياريت تتابعيني على وصفات اقتصاديه مع لوكا وأوشا.